السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رُحت أجيب علبة كشري، هو أنا مش رُحت، أنا اتصلت بالراجل وقُلتله أنا عايزة كشري، لقيت العلبة ب42 جنيه، ليه معرفش، فيها إيه زيادة عن الكشري اللي بيتعمل في البيت مش عارفة، قُلتله والله العظيم أنا اللي هاعمل الكشري، جبت مكرونة صغيرة أو مكرونة اسباجيتي حطيتها على النار تتسلق، وده عدس بجبة حطيته على النار يتسلق، كان معايا 3 بصلات قطعتهم شرايح رفيعة خالص، حطيت عليهم معلقتين نشا ورشة دقيق مش كتير يعني رشة دقيق خفيفة كده تمام. هبدأ إن أنا أعفر كويس قوي بالدقيق والنشا لحد ما الدقيق والنشا يلزقوا على البصل، أهم حاجة نفرد البصل من بعضه تمام ونقطعه شرايح خفيفة خالص. هنا كان معايا زيت حبة زيت كتار كده حطيتهم في حلة وسبتهم يسخنوا قوي ونزلت فيهم بالبصل اللي أنا كنت معفراه بالدقيق والنشا، طبعا الدقيق والنشا هيدي للبصل قرمشة وطعم حلو جدا. هسيبه بقى لحد ما يتحمر ويوصل للون الحلو اللي انتوا شايفينه دوت. هطلعه بقى من الزيت على طبق كده. انا مش هحط عليه مناديل لان انا حسيت المرة اللي فاتت لما عملته وحطيت على مناديل المناديل طرت البصل، بس انا مش عايزاه يبقى طري. هطلع البصل كده على الطبق وهاخد الزيت دوت هصفي منه حبة وهاخد بس حبة صغيرين عشان نعمل الصلصة بتاعة الكشري. هعمل الصلصة والرز بطريقة برضو جميلة جدا قوي هتعجبكم جدا يعني. الأول هطلع بس البواقي بتاع البصل كده بمصفى صغيرة عشان ينزل كل الزيت بتاعه. هعمل الصلصة بطريقة حلوة جدا هتعجبكم. انا كنت واقفة اصلا بعملها هي والدقة، حاسة ان انا واقفة في محل كشري، الريحة كانت طالعة حلوة جدا هتعجبكم ان شاء الله. وده كان شكل البصل بعد ما طلع لونه كان طالع حلو جدا. هجيب بقى حبة زيت صغيرين هحط عليهم معلقة من التوم المفروم وابدأ ان انا هشوحهم كده كويس لحد ما ياخدوا اللون الذهبي، وبعد كده يعني اول ما هيبدأوا ان هما يتشوحوا كده يبقوا لونهم حلو وكله بقى واخد نفس الدرجة كده، هقولكوا بقى هعمل فيهم ايه. هحط عليه على التوم سر الخلطة بقى بتاعت المحلات. اهم حاجة ان احنا نقلبه كده كويس ويبدأ ان هو يتشرب كده من بعضه وكله يبقى نفس الدرجة ونفس اللون، عشان لما احط عليه الحاجة اللي انا هحطها دي تدينا نفس طعم المحلات. اهو بدأ ان هو يدخل في التحمير وبدأ ان هو يتحمر، هقوم جاية بقى نازلة عليه بحوالي 3-4 معالق خل كبار. اهو بصوا يعني انا بحط كده حوالي 3-4 معالق، هبدأ ان انا احط حبة بحبة عشان الخل طبعا لما بينزل على التوم بيعمل فوران كده وطشة كبيرة الزيت ما ينزلش عليا يلسعني. هبدأ ان انا بقى اسيب بقى التوم والخل يتقلبوا كده في بعض شوية ويتشربوا من بعض، واول ما يتشربوا هقوم جاية نازلة عليهم بالصلصة اللي انا ضرباها في الخلاط. انا الصلصة اللي كانت معايا ديت انا كنت مفرزاها فطلعتها حطيتها في الحلة على طول. اول بقى ما التوم يتشرب كده من الخل وياخد غلوة كده مع بعض هقوم جاية نازلة عليهم بالصلصة على طول، وهسيبهم بقى مع نفسهم كده يتشربوا من بعض. والبهار مش هحطه دلوقتي، انا هستنى لما تتسبك الصلصة وبعد كده احط البهارات بقى بتاعت الكشري. هنا كان معايا نص كوباية من الشعرية، حطيت حبة زيت بردك في الحلة وحطيت نص كوباية من الشعرية وهبدأ ان انا اشوح فيهم كده لحد ما تتحمر وتاخد اللون الذهبي. واول ما هتاخد اللون الذهبي هنزل عليها بالرز بالعدس. كان معايا برضو حوالي كوباية من الرز بالعدس اهيت، هنزل بقى عليها اشوحهم مع بعض وبعد كده احط المية بتاعت الرز والملح، وبعد كده هقوم جاية مغطية عليه بقى واسيبه برضو يستوي مع نفسه. هنا كانت الصلصة زي ما انتوا شايفين ورا اهيت بدأت ان هي تفك من التلج بتاعها وان هي تتسبك. هدخل بقى على بقى دلوقتي على على العدس بجبة. هقولكوا برضو طريقة للعدس بجبة حلوة جدا، وهقولكوا تاني على الدقة بقى بتاعت الكشري والشطة التقيلة اللي هي بالزيت اللي احنا بنلاقيها في المحلات الجميلة ديت. هقولكوا برضو طريقة حلوة قوي هتعملوها بيها هتعجبكوا يعني. بس الاول احط بس الملح واقلبه واغطي الحلة. انا اتصدمت من سعر الكشري، ليه العلبة ب42 جنيه؟ ليه يعني؟ ما هي حلوة وجميلة اهي وما كلفتنيش كل ده.
بصوا بقى الصلصة هنا اتسبكت، هحط عليها معلقة من الكزبرة الناشفة ومعلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من البابريكا والملح بتاعي طبعا اهو، حطيت الكمون والبابريكا والكزبرة والفلفل الاسود برضو كله معلقة صغيرة، وهقوم جاية حط عليها بقى الملح بتاعي اللي على قد ما انا عايزة يعني، وهقلب كده كويس واسيبها تاخد غلوة مع بعض، وكده خلاص الصلصة معايا خلصت. بصوا بقى لونها عامل ازاي لما تسبك، ولا ريحتها بقى كانت طالعة ايه، يا سيدي يا سيدي عالجمال. تمام كده. هقولكوا بقى طريقة حلوة قوي للعدس بجبة، هيطلع مطرب ومعفر كده زي ما انتوا ما بتلاقوه عند الراجل، بيبقى لونه فاتح مش بيبقى زي ما هو كده ما احنا بنسلقه. تعالوا بس الاول نعمل الدقة. هجيب حلة احط فيها مية، احط عليها نص معلقة صغيرة من التوم المفروم، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة، كان عندي هريسة شطة حطيت منها معلقة. لو ما عندكوش هريسة شطة ممكن تفرموا فلفل اخضر في الهون وكده وتحطوه عليها عادي يعني، بس انا استسهلت ان انا عندي الهريسة فقلت ان انا استخدمها بدل ما انا لسه هفرم توم وكده. وطبعا حطيت الملح بتاعي وعصرت عليها ليمونة ونص، هي بتحب الليمون كتير. وكمان هحط عليها خل، هحط عليها برضو حبة خل كده يدوها برضو ايه مزازة كده وطعم وريحة حلوين. هبدأ ان انا بقى احط الملح، يبقى هنا اللي انا هحطه على الدقة كزبرة، كمون، في معلقة كزبرة، معلقة كمون، ملح، هريسة شطة وتوم وحبة خل والملح طبعا بتاعي وهرفعها بقى ايه بعد كده على النار. بس هقلب كده الاول كل اللي انا حطيته كده على بعض، والفلفل الاخضر المفروم او هريسة الشطة. انا هنا كان معايا حطيتها هي رفعتها على النار، وجبت العدس بجبة اللي انا كنت سلقاه. هجيب طاسة احط فيها العدس بجبة، تمام، وهبدأ ان انا اقلب فيه لحد ما يشرب ميته كلها، لحد ما يعني ميته كلها تنشف منه عشان يديني نفس شكل العدس بتاع المحلات. بصوا هو اللي اكل مني الكشري بصراحة، كل الناس اللي اكلوه مني قالوا لي ان انا احسن واحدة بعرف اعمل كشري. تمام. هبدأ ان انا اقلب كده في العدس لحد ما كله يطلع البخار اللي فيه كده بالمية، وهبدأ ان انا افضل برضو اقلب فيه لحد لما الاقيه كله نشف، المية اللي فيه كلها نشفت وكله اخد نفس اللون الفاتح اللي انتوا هتشوفوه دوت. دي نفس طريقة المحلات بتاعة الكشري، ان هما يفضلوا يطلعوا البخار والمية اللي في العدس عشان يدي نفس الشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي حالا دوت. طبعا كانت خلاص الصلصة اتسبكت والدقة كمان اتعملت وهتغلي على النار، اهم حاجة الدقة تبقى سخنة كده عشان الكشري كله يفضل سخن زي ما هو. هنا كنت خلاص قربت اخلص العدس وخلاص قرب يتظبط، تمام، والدقة هي خلاص اتعملت، قربتلكوا عليها الكاميرا اهي علشان تشوفوها، والرز كمان استوى والعدس بجبة خلاص خلص، فاضلش بس غير الشطة اللي هي بالزيت ديت هوريكوا تتعمل ازاي. بصوا بقى شكل العدس بقى تحفة زي بتاع المحلات. جبت برضو طاسة صغيرة حطيت فيها حوالي معلقتين زيت، وهنزل فيهم ب3 معالق صغيرين من الشطة، وهفضل ان انا ايه اشوح فيهم الشطة كده في الزيت لحد ما تبدأ تطلع ايه زي فقاعات كده صغيرة. الفقاعات ديت معنى كده ان خلاص الشطة اتشوحت كويس. واهم حاجة بس يكون الزيت سخن عشان ننزل بيه بالشطة فيه يبقى ايه ينجز معانا يعني بسرعة، الشطة تتحمر بسرعة فيه اهي. بصوا بدأت ان هي تطلع الفقاعات بتاعتها، هقوم جاية عاملة ايه بقى، واخدة حوالي نص مغرفة كده من الصلصة حطها عليها عشان برضو يبقى فيها نفس البهارات اللي احنا حطيناها في الصلصة اهو. بصوا بدأت ان هي تتشوح، هقوم جاية بقى بعد كده بصوا اهي الفقاعات طلعت اهي، هنزل بقى عليها ايه بنص المغرفة الصلصة اللي انا قلتلكوا عليها، حبة صغنطتين خالص يعني حوالي 3-4 معالق كده من الصلصة. وكده برضك خلاص الشطة خلصت والكشري كله كده معايا خلص. كان طعمه شكله تحفة، ده العدس والرز بص شكله عامل ازاي،
وكمان البصل اللون الذهبي الجميل دوت والشطة والدقة السخنة المغلية الحلوة دي. انا كده كنت خلصت الفيديو معاكم، وكان اكل النهاردة خلص، وبدل ما نجيب الحاجة غالي من برا لا نجيبها نعملها احنا في البيت وانضف واحسن بكتير. يا رب تكون طريقتي في الكشري النهاردة عجبتكم. لو اول مرة تشوفوني ادعموني بشير ولايك واشتراك في قناة مطبخ سلوى. سبتكم في رعاية الله وحفظه.